التأطير ديالنا ديال اللاعبين تحت 16 سنه حنا ماشي في لا لوجيك ديال الثأر ولا ما الى ذلك، هما في بروسيسوس ديال التعلم، والبطوله كلها اصلا داخله في البروسيسوس ديال التكوين ديالهم. والهدف الاسمى هو المشاركه في كاس العالم باش يحظاو بفرصه اخرى باش يلعبوا في المستوى العالي. اما هزيمه في مباراه ولا سابقه فما عندهاش حتى شي تاثير، يعني خصوصا من الناحيه النفسيه. الاستعداد الحالي والفورمه الحاليه هما اللي غيحكموا على المباراه يعني وفي اطوارها ان شاء الله. جدا يعني في نتيجه المباراه، وعمليه الاستئناس بالملعب ممكن تكون مهمه، ولكن ماشي من العوامل المؤثره. العوامل المؤثره هي الامور التقنيه، استعداد، الجاهزيه البدنيه، المستوى التنظيمي، وطريقه يعني بناء المباراه كمباراه من ناحيه توازن القوى، من ناحيه اللعب على التفاصيل الصغيره. فاظن المباراه غتلعب على اشياء اكبر تتفوق عمليه استئناس بالملعب او شيء اخر ان شاء الله. اكيد هذا من العوامل الممكن مؤثره، خصوصا مع تراكم المباريات خلال البطوله. يعني فالطراوه البدنيه خصوصا في هذه السن الصغيره، يعني لونشينمون ديال المباريات كل 3 ايام ممكن يكون مرهق على مستوى لي زورغانيزم. فاكيد ان هذا امتياز اننا ارحنا يعني الكوادر ديال الفريق، ولكن تيبقى عليك انك تبين ارض الملعب على انه امتياز. يعني خصنا حنا كايقاع ان شاء الله يكون في المستوى وغنعتبروه امتياز بسيط، ولكن ما نعولوش عليه كشيء محدد للنتيجه. خصنا نكونوا في نفس المستويات اللي كنا فيها سواء في التصفيات او في دور المجموعات ان شاء الله. هو اسلوب اللعب تتفرضوا التراكمات، تتفرضوا امكانيات اللاعبين. تنظن سجلنا 4 أهداف في الدور الاول، تلقينا هدفين يعني فقط في المباراه الاخيره اللي غيرنا فيها الفريق. تنظن انها محصله مقبوله. كل واحد عنده الحريه انه يختار الاسلوب اللي تيناسب امكانياته طالما انه تيحقق الفوز، لانه باش تفوز يلزم عليك تسجل هدف زايد على الادفيرسير. فاحنا عندنا يعني دي زوبسيون مختلفة، بإمكاننا نلعبوا بأساليب مختلفة، بالهجمة المنظمة، بالهجمة السريعة، ولكن لادابتاسيون لادفيرسير هو شيء مهم. واي واحد يعتبر نفسه فوق الخصم تيأدي الثمن غالي، فكل الخصوم تنعطيوها احترامها. فمواجهه جنوب افريقيا ما يمكنش تكون بنفس الطريقه اللي غتواجه بها نيجيريا، ما يمكنش تكون بنفس الطريقه اللي تواجه بها زامبيا. ومباراه الجزائر بحكم يعني التقارب في المستويات خصوصا من الناحيه الفيزيولوجيه غتكون عندها ايضا قراءه خاصه.